حتى احنا لما بنستخدم المضادات الحيويه الكتيره بتبقى البكتيريا الموجوده في المستشفيات بتعمل حاجه اسمها العدوى داخل المستشفى. هو جايب ميكروب سهل دخل جوه خد عدوى من جوه المستشفى موجوده مع الدكاتره والموظفين والممرضات والالات والحاجات دي كلها. 60% من العدوى التي تحدث في المستشفيات الكبرى في العالم كله تصبح مقاومه لحوالي 32 نوع من المضاد الحيوي. يعني معنى كده يبقى انا محتاج مضاد حيوي جديد وفي الغالب غالي ومحتاج حاجه مش موجوده مش متوفره، وده هيعمل لي مشكله جدا كبيره جدا. يبقى نحاول ان احنا نقنن من انتشار العدوى داخل المستشفى. ادي واحد. يبقى لازم كل حاجه تكون مدعقمه، مش هو بقى داخل لي الانعاش ولا كل الناس شويه جايه كل ساعه جايين ناس وجايين اكل ويصوروا زحمه. ايه ده؟ امنعوا دخول الميكروبات من بره لجوه وامنعوا الزيارات في الحالات الحرجه والتعقيم. ما حدش يدخل بقى بالحذاء ويا ريت وجوانتيات في اشياء كثيره جدا نقصانه. ايدينا تبقى ملوثه. انا جاي من بره اروح مديله ميكروب او اخد منه ميكروب. القبلات مالهاش اي دور، الاحضان والحاجات دي كلها ممكن تدخل. لو احنا استخدمنا الطرق العاديه لمنع نقل العدوى في المستشفيات، اليد الملوثه، ان احنا العطسه والكحه وزياره المريض بدون ماسكات.